السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ اليوم غادي نشوفوا اللائحه ديال المنتخب المغربي اللي غادي تمثل لنا في كاس افريقيا، وغادي نعطيو الراي ديالنا فيها. اولا في حراسه المرمى كاين ياسين بونو، محمدي وبن عبيده. كنظن ان زنيتو كان خص تكون بلاصتو في المنتخب، هذا كراي ديالي الشخصي، لان صراحه كنشوف زنيتي كيقدم مباريات خصوصا في الايام الاخيره كيقدم مقابلات كبيره صراحه. حتى بن عبيد كيبقى حارس كبير وعنده امكانيات كبيره تبارك الله، ولكن صراحه زنيتي عنده خبره افريقيه اكثر من بن عبيد، وهذا الشيء اللي كيبان لي في الراي ديالي. عنده زول الدفاع، قلب الدفاع كاين شادي رياض، يونس عبد الحميد، نايف اكرد، رومان سايس وابقار اللي كيقدم مستويات كبيره في الدوري الاسباني صراحه يستاهل كاين بلاصتو. بالنسبه لواحد، بالنسبه لي كنت كنتوقع انه يكون جواد لياميق، ولكن ما كانش، كان في بلاصتو شادي رياض. وتا شادي رياض صراحه اللي كيقدم مؤخرا مباريات كبيره مع بيتيس. وكما كنهضروا على المنافسه اللي كاينه في الدوري السعودي راه ماشي هي المنافسه اللي كاينه في الدوري الاسباني، واخا الدوري السعودي دابا راه ولا فيه لعابه كبار، ولكن كيبقى الدوري الاسباني دوري راه الثاني عالميا ولا الثالث عالميا، ما بقيتش عاقل على التصنيف، ولكن كيبقى الدوري الاسباني راه من اقوى الدوريات الخمس الكبرى. هادشي علاش. اما بالنسبه للاجنحه في اليسار غادي نلقاو مزراوي وعطيه الله. مزراوي اللي باقي اصلا في الاصابه، الفرقه ديالو بايرن ميونخ كاتب لي انه غادي يبقى 6 اسابيع ما غاديش يلعب، ولكن الطبيب ديال المنتخب قال بانه يمكن انه يرجع في 4 ديال الاسابيع. الشيء اللي كيأكد انه مزراوي ما غاديش يبدا الماتشات الاولين، هذه باينه. غادي يكون بلاصتو يحيى عطيه الله، غادي يقدر يكون في الماتش الثالث ولا في الماتش اذا تاهلنا لدوري 16 غادي يكون ان شاء الله. اما في اليسار كان حكيمي الشيبي اللي صراحه مفاجاه، كتبقى مفاجاه كبيره للائحه ديال المنتخب، لانه ما كانش متوقع اصلا وما كانش شاف اللائحه الموسعه. السبب ديالو التواجد ديالو في القائمه هو اصابه العملود، وما كانش الوقت، ما كانش اختيارات كبيره وعديده بزاف. شي علاش تم المنادات على الشيبي. وسط الميدان دفاعي غادي نلقاو سفيان امرابط واسامه العزوزي. اللي عاد رجع من الاصابه. سفيان امرابط اللي صراحه راجع الاداء ديالو في المقابلات الاخيره، ما لعبش 2 ماتشات توالى مع مانشستر يونايتد، لكن بالرجوله سفيان امرابط كيقدم ملي كيجي للمنتخب راه وحش بالرجوله، وحش، ما نهضروش على هذه. في اطراف وسط الميدان غادي نلقاو اوناحي، خنوس، املاح وريتشاردسون. اما بالنسبه للاجنحه والوسط، اللعب هادو اللي غادي نقول دابا راه كيلعبوا حتى في الاجنحه وكيلعبوا حتى في وسط هجومي، امين حارث والسيباري. كما قلت هاد اللعابه هادو يقدروا يلعبوا في الاجنحه ويقدروا يلعبوا حتى وسط ميدان هجومي. وبالنسبه للاجنحه غادي نلقاو سفيان بوفال، الزلزولي، زياش وامين عدلي. الناس بزاف كيتسائلوا علاش رحيمي ما كاينش هنايا. اولا صراحه الرحيمي كيقدم واحد المستوى اللي صراحه كبير وكبير بزاف مع اللاعب الاماراتي، لا في دوري ابطال اسيا لا في الدوري الاماراتي. ولكن ملي جينا نشوفوا شكون غادي نحيدو، غادي نحيدو الزلزولي ولا سفيان بوفال؟ صراحه صعيبه بزاف دابا، خصوصا كيقول لك ان سفيان بوفال كان ما لعبش، كان اصابه وما لعبش، كان ما لعبش مباريات بزاف. ولكن سفيان بوفال راه من الركائز ديال المنتخب صراحه، وكيقدم صراحه. هو سفيان بوفال اللي دائما وغالبا ما كيقدم الاضافه للمنتخب المغربي. المغاربه كاملين ما متفقين على هذه، ما يقدروش المغاربه بعدا كاملين متفقين على القضيه هذه. سفيان بوفال خصو تكون بلاصتو مع المنتخب بالرجوله، لعاب رقايقي. الهجوم غنلقاو الكعبي، النصيري والتيسودالي. الناس كيتسائلوا على حمد الله، علاش ما كانش حمد الله؟ وخصوصا المقابلات اللي قدم في الاخير كانت مقابلات صراحه، اللي خصوصا الماتش ديالو مع النصر اللي صراحه قدم واحد الماتش اللي كبير وكبير بزاف، اللي سكت كاع المشجعين ديال الاتحاد كيطالبوه بالمغادره، ولا دابا باغينا يكون هو الاساسي في بلاصه بنزيما، وبنزيما هو اللي يمشي. كما كنعرفوا الخطه ديال ريد الركراكي كيعتمد على النصيري والتيسودالي اللي لعاب اللي كيعرف يلعب برجلو، على عكس حمد الله ولا الكعبي. حمد الله والكعبي شويه، ولكن التيسودالي كيبقى كيعرف يلعب برجلو، اللاعب اللي كيخرج من كارو 18 يجيب كره ويجونغلي ويماركي، على عكس يوسف النصيري وحتى الكعبي وحمد الله تقريبا ستيل دو جو عندهم بحال. واخا كيبقى حمد الله طوال شويه على الكعبي بالنسبه للطير، ولكن كيبقى تقريبا نفس ستيل ديال اللعب. المهم هذا ما كان الدراري. واش انت متفق مع هذه القائمه ولا لا؟ خلينا الجواب ديالك في الكومونتير، ولا كانت شي حاجه اخرى حتى هي حط لنا في الكومونتير. كان معكم يوسف.
سلام.